السلام عليكم يا جماعة. أنا هدى ماضي، صاحبة كافيه ورد. حصل معايا مشاكل الأيام اللي فاتت دي كتير، وفي ناس كتير عارفينها بسبب خلافات على المكان. وأنا جاية دلوقتي بتكلم. أنا عندي 4 أولاد أهم قدامكم، الأربع ولاد أهم. جالي تهديد انه في ناس يقدروا ان هم يحبسوا جوزي، ويقدروا ان هم يأذوا اولادي، وعندهم استعداد يعملوا اي حاجة عشان ياخدوا مني المكان عافية. وانا دلوقتي بقول لكل الناس اللي بتحبني ولكل فانزاتي، انا جاية وقاعدة وحاطة اولادي قدام الجميع، لان انا ما بخافش وما بتهددش. وانا لو مكاني اتاخد ولو راح عليا فلوسي، فانا يعتبر فرطت في اولادي. فانا اولادي في ظهري، اولادي عارفين كل حاجة، اولادي عارفين اسماء الناس اللي هددوني تحديدا. يوم ما هيحصل لي حاجة او هيحصل حاجة لولادي، فهينزل فيديوهات باسامي الناس اللي عملوا معايا كده، رغم ان الناس دي احنا كنا عيش وملح مع بعض. وكنت دايما بتخيل ان هم الامان وهم الظهر والسند. عمري ما تخيلت ان في يوم من الايام ممكن اتهدد بولادي على ايديهم، او اتهدد في مكاني اللي كنت اماني كله معاهم. فعامة انا قلت للكل، انا ليا صحاب كتير وليا اخوات كتير، ابو شنب، ليلي فؤاد، شهد المغنية، جيمي، تيحة، كل اصحابي اللي عندهم ملايين. وقت ما يحصل لي حاجة انا او اسلام او اولادي، في حد هيبلغكم مين اللي عمل معانا كل الكلام دوت. وساعتها يا ريت تقفوا وتجيبوا حقي وحق اولادي وحق جوزي لو كان اتحبس، لان هو صاحبكم واخوكم. واتمنى ان في الايام المفترجه دي كل اللي يعرفوني يدعولي ان ربنا ينصرني، لان ده حقي، ده مالي، دي فلوسي. انا ما بتجناش على حد، ما باكلش حق حد. وولادي ليهم رب كبير، محدش يقدر يلمسهم، صدقوني محدش يقدر يجي جنبهم. وانا جايباهم وجايباهم كل يوم، وعايزه اشوف مين اللي هتجيله الجراءه ان هو يأذي طفل صغير. تمام. سلام عليكم، في حفظ الله يا ولادي.